السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ ايه رأيكم في الصينية الخطيرة دي؟ صينية البتنجان او صينية المسقعة باللحمة المفرومة. بجد خطيرة، مين فينا ما يحبهاش؟ حاجة كده خطيرة بجد. تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الطريقة بتاعتنا الهايلة دي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل اكلة بصوا الكل بيحبها. طبعا شايفيني بخرط البتنجان يبقى مسقعه. ايوه مسقعه بس باللحمه المفرومه، حاجه كده جميله بجد، هتعجبكم جدا الطريقه. عندي كيلو من البتنجان زي ما انتم شايفين، قطعته بالشكل ده تمام كده. وعندي فلفل كمان تمام برضو مقطعاه اهو بالشكل ده، فلفل حامي وفلفل رومي تمام. هنقطع البتنجان ونرش عليه ملح ونسيبه شويه كده كده تمام. البتنجان بتاعنا جاهز. هنا بقى خلاص خلصت البتنجان ورشيت عليه شوية ملح زي ما انتم شايفين قدامنا كده تمام، عشان ينزل المية اللي فيه طبعا وما يشربش مني زيت كتير كده تمام. خلاص نيجي بقى هسيبه شوية كده ونيجي نعصق بقى اللحمة بتاعتنا اللي هنحطها في الصينية. هنا بقى هنبتدي نعصج اللحمة بتاعتنا. خرطت بصلاية حلوة كبيرة كده ومعلقه السمنه عليها تمام، وهنبتدي نقلبها لحد البصله بتاعتنا ايه ما تصفر معانا. مش هنحمرها لا، هنصفرها بس كده. هنا بقى البصله خلاص اصفرت معايا زي ما انتم شايفين كده. هبتدي انزل بقى باللحمه. ادي اللحمه المفرومه اهي. طبعا لا انت باي كميه لحمه تقدري تعملي الصينيه القمر دي، يعني بربع كيلو لحمه بنص كيلو اللي يريحك على حسب المتاح عندك او الموجود عندك اعملي ده تمام. هنا اللحمه بتاعتي كانت لسه جامده شويه، فانا هوطي عليها واسيبها ايه تفك كده مع نفسها. يعني انتوا عارفين ان الجو دلوقتي برد قوي والحاجه ما بقتش تفك بسرعه اهو بالشكل ده. هنا بقى بعد اللحمه ما انفكت معانا زي ما انتم شايفين كده تمام، هبتدي انزل بالملح. الملح حسب الرغبه، حبه فلفل اسمر وحبه شطه صغيرين برضو حسب رغبتك انتي تمام اهو. خلاص شوحتها كده مع البصله بقى تمام زي الفل. هبتدي انزل بالطماطم بتاعتنا بقى، هنزل عليها بقى بربع شفشق من الطماطم اهو تمام. وعندك قرن فلفل حلو كده عايزه تحطيه حامي او فلفل رومي مفيش مشكله، بيدي طعم حلو قوي قوي اهو. وادي قرن الفلفل كمان. هغطيها بقى واسيبها بقى تستوي كده. عصجنا اللحمه المفرومه بتاعتنا، يلا نغطيها بقى ونسيبها تستوي. هنا بقى ابتديت اقلي البطاطس زي ما انتم شايفين خدت لون. هبتدي اطلعها بقى، هبتدي انزل بقى بالفلفل بتاعنا نجيب رخر قبل البتنجان والزيت نضيف كده اهو بالشكل ده. وعندي فلفل كمان حامي هبتدي انزل بيه. هنا بقى عايزه البتنجان بتاعك ما يشربش زيت، عندي هنا دقيق منخول نخلاه. هبتدي اغطي كده البتنجان بتاعنا بالدقيق وابتدي احط في الزيت بسم الله. الخطوه دي حلوه قوي قوي ومش بتخلي البتنجان يشرب زيت اهو تمام. وابتدي اقلب في الزيت. هنا بقى نبتدي نقلب البتنجان بتاعنا. اخد لون جميل قد ايه شايفين اهو، واخد لون حلو قوي بسم الله اهو. كده تمام. عندي بقى في حله صغيره حطيت معلقتين من الزيت اللي باقي دي كده، معلقتين صغيرين. هنبتدي نعمل الصلصه اللي هنسقي بيها ايه المسقعه بتاعتنا. حطيت معلقتين من الزيت وهبتدي انزل بقى بالثوم
تمام اهو بالشكل ده. وعندي ربع شفشق طماطم. تمام. اول بس ما الثوم بتاعنا ياخد لون هبتدي انزل بالطماطم. خلاص ابتدي انزل بالطماطم بقى، وهنزل بملح وفلفل اسمر. تمام. وحبه شطه صغيرين كده حسب طبعا الرغبه، واسيب الطماطم بتاعتي تسبك. هنا بقى جبت الصينيه بتاعتنا اللي هنبتدي نرص فيها. هحط فيها حبه من الصلصه اللي عاملينها بالثوم دي. تمام بالشكل ده اهو زي الفل. وابتديت احط فيها طرنشات كده من الطماطم اهو بالشكل ده. وكان عندي فلفل كمان، بحب الفلفل يبقى ني معايا كده في البتاع، بيدي طعم كمان حلو قوي. تمام كده. هبتدي بقى ايه ارص البتنجان بتاعنا. بسم الله، واحده جنب واحده كده. تمام. احط كمان الاول حبه كده من البطاطس تحت اهو بالشكل ده زي الفل. وابتدي ارص بقى البتنجان بتاعنا. بسم الله. بالشكل ده. بسم الله. شايفين الجمال؟ كده تمام. هجيب اللحمه بتاعتنا بقى. جبت بقى اللحمه بتاعتنا اللي معصجينها وهبتدي انزل بيها. بسم الله بالشكل ده. ابتدي افرد كويس بقى في الصينيه. بسم الله. نفردها حلو كده. كده تمام. فردنا اللحمه بتاعتنا. هبتدي انزل بقى بحبه بطاطس كمان كده اهو بالشكل ده. والفلفل باقي الفلفل اللي عندي اهو مع البتنجان طبعا. خلي ده للاخر كده. تمام بالشكل ده. اخر حاجه بقى اخر طبقه هنزل بيها هي البتنجان اهو. هبتدي ارصه. بسم الله اهو كويس كده واحده جنب واحده كده. خلاص صينيه البتنجان بتاعتنا خلاص كده قفلناها. تمام. هبتدي انزل بقى بحبه كده من الصلصه اللي احنا عاملينها، صلصه الثوم. عايزه اقول لكم الصينيه ريحتها خطيره بجد خطيره. بصوا الجمال، ايه الجمال ده. وعندي هنا بقى ايه الفلفل اللي كنا قالينه هبتدي احطه كده برضو. بصوا الجمال عليها بقى، الله اكبر عليها. كده الصينيه بتاعتنا بسم الله ما شاء الله. هندخلها بقى الفرن على درجه حراره عاليه، درجه حراره 200. تاخد لون كده حلو او تاخد وش، طبعا كل حاجه مستويه فيها، يا دوب هتاخد بس لون كده ونخرجها. ودي كده شكل الصينيه بتاعتنا القمر بعد ما خرجت من الفرن. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده خطيره بجد. لو عجبك الطريقه اوعي تنسيني في اللايك والشير والسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.